ازيكم يا حبيبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل معاكم وصفة الناجتس، حبيبة الكبار والصغيرين، اللي بتنجزنا بعد التمرين وبتنجزنا في اللانش بوكس بتاع المدرسة. ليها اوقات كتير قوي، وهي حلوة جدا والاطفال بيحبوها، فبتنجزنا بصراحة. اول حاجة هنجيب كيلو الا ربع صدور فراخ مخلية، وبعدين هقطعها قطع صغيرة علشان اضربها في الكبة. طبعا انا بقطع الكمية، بس لما باجي اضربها على الكبة ب... يعني بحط شوية بشوية صغيرين عشان الكبة ما تبوظش مننا. بعد كده هضيف عليها التوابل، اللي هي ملح وفلفل ابيض وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ونشا ولبن نيدو ومكعب مرقة وبيكنج باودر. هضرب كل الخليط ده مع الفراخ، وبعد كده معايا هجيب بطاطساية او اتنين على حسب كمية الفراخ، واسلقها بس نص سلقة، يعني مش هسلقها على الاخر. وبعدين برضو هقطعها قطع صغيرة، وهضيفها واعملها في الكبة هي كمان، واحط عليها فلفل ابيض بس. وبرضو هعمل الكمية على مرتين علشان الكبة بتاعتنا ما تبصش. بعد كده معايا ال- هنجيب العجينة خلاص، الحاجات كلها مع بعض، البطاطس مع الفراخ بالتوابل بتاعتها. بعد كده هبدأ أشكل بقى. كل واحد بيشكل الحجم اللي هو عايزه، يعني في ممكن اعملها كبيرة شوية زي قطع البانيه اللي بتيجي في العلب من بره. ده على فكرة بيبقى بانيه برضو مفروم زي نفس عجينة الناجتس بالظبط. او ممكن اعملها على اشكال، على اشكال صغيرة. ده على حسب كل واحد عايز يعملها اشكال ايه، وحسب ما انت عايزة تحببي طفلك فيها يعني. بعد كده معايا الكريسبي، بجيبه من عند العطار، وبحط عليه رشة مرقة باودر ورشة بابريكا بس. مش محتاجة أزود أي حاجة عليهم غير الكيس الفيجيتار. وبقلبهم كويس جدا. عايزاها سبايسي بتحطي فيجيتار حار، وعايزاها مش سبايسي بتحطي فيجيتار عادي. وبعد كده بجيب بيض وبضربه كويس، وبحط عليه فلفل ابيض. هو بيفضل في الناجتس ان احنا نستخدم فلفل ابيض عشان ما يبقاش فيه علامات سودة في الناجتس، يعني عشان هي مفرومة وكده، فهتبقى العلامات السودة مكان الفلفل الاسود هتبقى باينة. بس عادي يعني، كل واحد زي ما يحب. بجيب قطعة الناجتس وبنزلها في البيض، وبعدين احطها في الكريسبي، في خلطة الكريسبي اللي احنا عملناها. اللي بيحبها كده هي بتبقى على فكرة خلاص البريدنج بتاعها كويس جدا، بس ممكن اللي بيحب اكسترا كريسبي برجعها تاني في البيت، وبعدين اعمل لها طبقة تانية من البريدنج. ده كل واحد حسب ما هو بيحب يعني. انا عندي ولادي بيحبوها شوية كده اكسترا كريسبي، فايه ساعات بزود لهم شوية طبقة البريدنج بتاعتها. ده بعد ما الكمية خلصت يا جماعة، كمية الناجتس ما شاء الله بجد. بتعمل كمية حلوة قوي، وبتقعد معاكي فترة موفرة جدا. والطريقة دي طبعا بنعملها كمية حسب ما نحب، ونحطها في الفريزر ونطلعها للاستخدام. انا خلاص دي هنا بعد ما اتجمدت، وكنت مطلعها على الاستخدام، ودهنتها زيت، وبعملها في الاير فراير على بروجرام الفراخ، وتطلع كريسبي ومقرمشة جدا، وطعمها تحفة بجد يا جماعة. جربوها بالطريقة دي وقولولي رأيكم. بجد هتعجبكم جدا وتعجب الولاد ان شاء الله. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.